هنتكلم النهاردة عن كتاب اسمه لغز الحضارة المصرية للدكتور زاهي حواس. الكتاب طبعا بيتكون من فصول معينة، وهنبدأ بالفصل الأول. الفصل الأول هو بيتكلم عن توت عنخ آمون، الولد اللي خطف قلوب العالم. طبعا هو هنا بيحكي عن الحضارة المصرية بشكل عام في كل فصل، وبيتكلم عن كل حدث وكل ملك أو كل ملكة، وبيحكي القصة بواقعية شوية بعيد عن الشكل الخيالي. توت عنخ آمون ناس كتير كلها طبعا سمعت عنه وعارفاه، بس قليل اللي يعرف حكايته الحقيقية. الولد ده بقى ملك وهو عنده 9 سنين، كان عايش في قصر مليان أسرار، الكل بيحركوا زي العروسة في إيدين الكبار. مات وهو عنده 19 سنة، وفجأة الدنيا اتقلبت. سنة 1922 هوارد كارتر، وده اللي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون زي ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ولما فتحها كانت كاملة، الدهب في كل حتة والعين الزرقاء بتبصلك من التابوت. بس بعد كده الناس اللي اشتغلت في المقبرة دي ماتت واحد ورا التاني، والناس قالت وقتها ان دي لعنة الفرعون. زي حواس بيوضح لك الموضوع ده بقى، وبيقول لك ده مش لعنة ولا حاجة. هي كل الموضوع ان في بكتيريا نادرة كانت جوه التابوت، لانه مقفول من الاف السنين ومفيش تهوية. بس تفتكر الناس هتصدق العلم؟ للأسف الناس بتحب الرعب، وتوت عنخ آمون بقى أسطورة فعليا. الفصل التاني هو بيتكلم عن إخناتون، أول واحد قال في إله واحد بس. قبل ما إخناتون يجي كانت الفراعنة بيعبدوا إلهة كتيرة جدا، لكن فجأة طلع هو وقال مفيش غير إله واحد اسمه آتون. الناس اتجننت والكهنة غضبوا، لأنهم كانوا مسيطرين على كل حاجة بالدين بتاعهم ده. إخناتون نقل العاصمة من طيبة لتل العمارنة، وبنى هناك مدينة جديدة كلها متكرسة للإله أتون. إخناتون نقل العاصمة من طيبة لتل العمارنة، وبنى هناك مدينة جديدة كلها متكرسة للإله أتون. بس الناس ما كانتش جاهزة للتغيير ده، وأول ما مات شالوا كل آثاره ومسحوا اسمه، ورجعوا يعبدوا الإله القديم تاني. إن هما كانوا بيعبدوا كذا إله مش إله واحد. زي حواس شايف إن إخناتون كان حالم سابق عصره، لكن اتغلب عليه الزمن. طبعا قصة إخناتون أكيد ليها تفاصيل كبيرة، بس احنا بنحكي الملخص في كل فصل. ان هو يجي يقول مفيش غير اله واحد، الله اعلم هو كان يقصد ايه بالاله الواحد. ممكن كان وقتها هو كان يقصد ربنا سبحانه وتعالى، بس ممكن يكونوا حرفوا في الاسم او ايا كان اي حاجة حصلت. فخلينا قصة اخناتون دي هنحكيها مرة تانية بكل تفاصيلها، بس هحاول ان انا اقراها كلها فعليا. الفصل الثالث بيتكلم ازاي اتبنت الاهرامات، وبيقول لنا يا جماعة مش الكائنات الفضائية اللي بنت الاهرامات. كتير من الناس خصوصا الاجانب فاكرين ان الاهرامات اتبنت عن طريق مخلوقات فضائية، لكن زي حواس بيقولك الحقيقة اللي بنى الاهرامات هم المصريين العاديين، مش عبيد ولا كائنات من كوكب تاني. في منطقة جنب الاهرامات هتلاقي بيوت كده ليها بيوت عمال، أكلهم هدومهم وحتى عظمهم كانوا محترفين وفنانين. فهو بيقول إن كان جنب الأهرامات في بيوت، يعني في بيوت اكتشفوها كانت البيوت دي بتاعت العمال دول. يعني العمال دول كانوا مش عبيد ولا كانوا بيتضربوا ولا كانت كائنات غريبة، لا الأماكن دي كانت زي بنرات كده، موجود فيها أكل وشرب واللحوم وكل حاجة. فده كان المكان بتاعهم اللي كانوا بيرتاحوا فيه من البناء بتاع الأهرامات. تمام، كانوا ناس محترفة وفنانين، لأن اللي يقوم ببناء الهرم ده مش مجرد واحد غبي، يعني واحد مش متعلم، واحد جاهل، لا ده كان ناس مهندسين. فهو بيقول لنا بمعنى صح ما تحلموش ان ممكن تكون كائنات فضائية او كده، لا هما كانوا فنانين، لان مستحيل اي حد يقدر يبني الهرم ده غير لو حد فاهم هو بيعمل ايه في شغله كويس قوي.
الفصل الرابع لعنة الكهنة، السحر في طيبة. هنتكلم بقى عن السحر في طيبة. في مقابر الكهنة زي حواس اكتشف كتابات مرعبة، تعويذ لربط الناس وللحماية وحتى للقتل. الكهنة ما كانوش ناس عاديين، دول كانوا بيديروا شؤون الدولة جنب الفرعون، وبيتحكموا في الناس بالخوف والدين والسحر. مرة أثناء حفيرات أحد العمال شاف تمثال صغير بيبكي دم. الناس خافت، بس زي حواس بيقول مفيش لعنة، في تفسير علمي، بس السحر الحقيقي في عقل الإنسان. يعني بمعنى أصح هما كانوا يعني بيسحروا العقول، لكن هو مفيش أصلا سحر، وهم كانوا سحروا أعين الناس عشان يتخيل لهم إن العصا تسعى. لكن سيدنا موسى ما كانتش العصاية بتسعى، كانت الحية حقيقية فعلا، وهم كلهم اندهشوا، عشان كده هم خروا ليه ساجدين. يعني معنى كده ان السحر ده او التلاعب او خفة اليد ده كان موجود، لكن برضو انا بؤمن ان هم اكيد كانوا متعلمين كل انواع السحر، سحر عادي او سحر اسود. اكيد الفراعنة كان لهم القدرة في الموضوع ده برضو. طب هنتكلم عن الفصل الخامس، حتشبسوت الملكة اللي لبست تاج الرجال. حتشبسوت مش بس كانت ست، دي كانت أول واحدة تحكم مصر كفرعون، وتلبس التاج المزدوج وتتصرف زي الملوك. بدأت كوصية على ابن جوزها الصغير، لكن الطموح خلاها تاخد الحكم لنفسها. بنت معبد الدير البحري في الأقصر، وعملت بعثات تجارية لبلاد بونت، وجابت بخور وذهب وحيوانات غريبة جدا. بس بعد ما ماتت تحس ان في حد كان بيكرهها، لانهم شالوا تماثيلها وكسروا اسمها من المعابد. وزي حواس بيقول ان ممكن يكون تحتمس الثالث ابن جوزها هو اللي عمل كده علشان يحمي تاريخها وياخد المجد كله. برضو هنحاول ان احنا نجيب القصة كاملة لحتشبسوت الملكة اللي لبست تاج الرجال وتتواجد على عرش بمعنى أصح، ونشوف القصة الحقيقية ايه وليه تم محو السيرة بتاعتها كلها وما بقتش موجودة. يعني سواء تماثيل او سواء ذكرى المخلدة على الجدران او كده. عايزين نعرف برضو ايه السبب، فهحاول برضو ان احنا نعرف بالظبط ايه سبب ان هما محوا كل حاجة تخص حتشبسوت. الفصل السادس بيتكلم عن معركة قادش رمسيس الثاني والبطل الأسطوري. رمسيس الثاني هو أكتر فرعون اتبنى له تماثيل. الراجل ده ما كانش بس ملك، ده كان بطل ضد الحيثيين. خرج بجيش ضخم لكن اتفاجئ بكمين واتحاصر. كل الناس هربت إلا هو، بقى يحارب بنفسه وسط الجيش، وكان بيهتف باسمه والخيول بترقص حواليه. ورغم ان المعركة كانت متعادلة، رمسيس كتب على الجدران انه انتصر، وعمل اول معاهدة سلام في التاريخ. شخصيته كانت قوية جدا، وزي حواس بيقول ان رمسيس هو اللي خلى اسم مصر يعيش. الفصل السابع بيتكلم عن التحنيط وسر الحياة بعد الموت. الفراعنة كانوا مؤمنين ان في حياة بعد الموت، بس بشرط الجسد يفضل سليم. علشان كده اخترعوا التحنيط. أول ما حد بيموت كانت الكهنة بياخدوا الجسم ويبدأوا بالشغل بتاعه. عشان الجسم يفضل سليم لازم بعض الأحشاء تتشال منه. كانوا بيشيلوا المخ من مناخيره، يعني بيشيلوا المخ كله بالجهاز كله بالمناخير، وبيطلعوا الأحشاء وبيحطوها في أواني مخصوصة، وبيحطوا الجسم في ملح نترون لمدة 40 يوم. بعدين بيلفوه بشاش معطر وبيكتبوا تعاويذ على القلب. طبعا اكيد التعاويذ دي برضو خاصة بالسحر. زي حواس بيأكد ان المصريين القدماء وصلوا لفن عظيم بالتحنيط، لدرجة ان لحد دلوقتي في مومياوات لسه سليمة كأنها نايمة. الفصل الثامن بيتكلم عن البرديات الطب لما كانت مصر عاصمة للعلاج. في بردية اسمها إبريس من آلاف السنين، فيها وصفات لعلاج أمراض القلب والجلد والأسنان وحتى الاكتئاب.
فيها كمان عمليات جراحية. الفراعنة كانوا بيخيطوا الجروح وبيعالجوا العيون، وعندهم وصفات بالأعشاب. زي بيقول إن الكهنة الأطباء كانوا بيدرسوا سنين طويلة، وكان عندهم مستشفيات خاصة اسمها بيوت الحياة، وكان في تخصصات طبيب عيون وطبيب جروح وطبيب روحة. الفصل التاسع بيتكلم عن وادي الملوك والطريق للجنة الفرعونية. في وادي الملوك بالأقصر اتدفن أعظم فراعنة التاريخ. المقابر هناك مش بس قبور، دي معابد تحت الأرض مليانة نقوش ألوان ونصوص من كتاب الموتى. زي حواس بيحكي إنه هو بينقب داخل مقبرة فيها سلالم لسه محفوظة، ولقى رسومات عن رحلة الروح في العالم الآخر. وفي مقبرة سيتي الأول لقى سقف كامل فيه خريطة سماوية بالنجوم والكواكب. والأكيد إن الفراعنة كانوا مشغولين بحياتهم التانية أكتر من الدنيا دي. طيب نحكي ملخص الكتاب. هو بيتكلم عن الحضارة الفرعونية، ما كانتش بس تماثيل وجثث محنطة، دي كانت حياة كاملة فيها علم وقوة وفن ودين وسحر. أنا ملاحظة إن السحر دايما مربوط معاهم في كل شيء. من طفل زي توت عنخ آمون خطف أنظار العالم، لملكة زي حتشبسوت قلبت الموازين، لفرعون زي رمسيس الثاني دخل معارك وخرج منها أسطورة. الفراعنة كانوا مؤمنين بالحياة بعد الموت، وكان عندهم علم الطب والهندسة والتحنيط ونظام دقيق جدا. وادي الملوك مقابر الكهنة وكتبهم المقدسة كلها كانت محاولات عشان يخلدوا نفسهم وينجحوا. زي حواس جمع كل ده بلغة بسيطة وروح الباحث اللي عاش وسط مقابر، واتكلم مع التماثيل وحفر بإيده في أرض مصر عشان يطلع أسرار. ده طبعا كان نهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم، وطبعا أتمنى تعليقاتكم وتنوروني بيها، بحبه جدا. شكرا ليكم، وإن شاء الله استنونا هنحكي عن قصة توت عنخ آمون كاملة، وهنحكي عن حتشبسوت برضو من بدايتها لحد كيف ماتت وكمان كيف دفنت. وشكرا لكم.